ظل الأنظمة الاستبدادية للأسف أنا نحن ناخذ تجربة مسؤولية. مثلا أنا كشخص لما وعيت على الدنيا كنت أشوف الناس عم يحكوا عن حرب بحما وبحلب وأخوان المسلمين وحالة الطوارئ وما إلى ذلك. حالة الطوارئ هذه استمرت حتى قيام الثورة بسوريا. يعني أنا ما عشت خارج حالة الطوارئ. ونحن كمان كمشروع أمة ديمقراطية خطاب نتجاوز الخطاب القومي أفضل. لكن للأسف هذا الخطاب دائما اتهم بالإرادة الخارجية. وأهمل المجتمع، أهمل الفعاليات الاجتماعية، أهمل دور الفعاليات الاجتماعية في بناء خميرة اقتصادية أو عفوا خميرة اجتماعية حقيقية. لذلك المكونات الفكرية حتى فترة قريبة جدا كانت عبارة عن جزر مغلقة على ذاتها، حتى على مستوى المدن. مثلا بحالة لما بتقول أنا ساكن مثلا لنفرض على سبيل المثال لا الحصر أنا ساكن بالميدان مدركية أن أعتبر أن أنا أبني. ممنوع تشكيل أو تأسيس منظمة على الزواج. لكن أنظمة الدول القومية كانت تضع بعض الحواجز والعوائق ما بين مكونات الشعب السوري لتنفيذ مشروعها القومي. ودائما الدول القومية تعتمد على مكون ما أو طائفة ما تكون هي عصا السلطة أو عشيرة ما لتنفيذ أجندتها الطائفية. وأعتقد الحال هذا ليس فقط في سوريا إنما في جميع دول الشرق الأوسط. وهذا شيء ليس جديد من خلال التاريخ. إن العشيرة هي أكثر منظومة توجد فيها الديمقراطية، لأن كل أبناء العشيرة يتميزون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. ما في تمييز بين فرد وفرد بالعشيرة، إنما حتى شيخ العشيرة هو لا يتميز عن باقي أفراد العشيرة، إنما يقع عليه العبء الأكبر من حل قضايا أفراد العشيرة، وهي التشريف وليس التكليف المتواتر. ويكون دائما هو من يجد الحل مع وجود الإشكاليات والمخلات. تطورت فيها وحدات اجتماعية يطلق عليها القبيلة تقوم بتنظيم العلاقة بين أفرادها وتتمتع بسمات وأفكار مترابطة كسلة متماسكة ترسم صورة القبيلة كمؤسسة اجتماعية متكاملة ذات مبادئ أساسية متفق عليها تسمى أعراف، حيث اتسمت القبيلة بشيوع العقل الجمعي الكل لأجل الكل، والفرد يدافع عن الآخرين لأنه رؤوف الجماعة ولأنه مدفوع بالدفاع عنه، فضلا عن شيوع التضامن الآلي أي ما يسمى بالتماسك المجتمعي. المشروع الوطني يتم الإجماع عليه من كافة المكونات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووجهاء العشائر والنخب المثقفة. كذلك تعزيز مفهوم المواطنة كسلوك مجتمعي للفرد من خلال معرفته بالحقوق والواجبات. هذه الإدارة وهذه القوات، ومعنى هذا الكلام بأنهم هم أبناؤنا من جميع العشائر من جميع المكونات السورية. نحن مع قواتنا قوات سوريا الديمقراطية مهما كلفنا من ثمن، والنصر حليفنا حليف الشعوب الحرة التي تريد الحرية والديمقراطية. الخدمية أنا أوصل إلى صوت الشيخ الأكبر والشيخ الرئيس كردستان. الأمور الخدمية من واجب الإدارة إما أن تقدم الخدمات أو أن تشرح أن تكون شفافة على الأقل. أضعف الإيمان أن تكون شفافة مع المجتمع حول إمكاناتها يعني أنا غير معني بأخذ دور الشيخ محمد بن أنا آسف يعني بس حبيت أضم صوتي لصوت المداخلات. أسمع في النقطة والاختلاف لا يوجد القضية يعني
تنوير ولا نكون متنوعين بأفكار وطروحات. أحترم كل الأفكار وكل الطروحات، لكن أعتقد أنه أنا كمان من حقي إني أشرح وجهة نظري كجزء